النبي صلى الله عليه وسلم وهو كانت حماية خارجية إنه أبو طالب أو علي رضي الله عنه. فهي الأمر مسلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنجم في البيت والحماية الداخلية، الألفة والسكن والسكينة والرحمة والقوة الناعمة، النصيحة إنها حقيقة للأمور البيت. يذهبون إلى حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكف الأخير عما يقول. يا أبا طالب إن لم يكف عما يقول قتله يا أبا طالب. فإذ بأمر المؤمن ينادي على حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبه ويقول له يا ابن أخي دع القوم وشرهم ولكن لا نقول ولكن سنقولها. فيقول له النبي والبعيد ولم يصل عليه الذي عرض عليه الكفار نساء واموالا وذهبا في سبيل ان يأمروك الدعوه الى التوحيد فهذا. فيقول النبي وان كانت الروايه فيها ضعف يا عماه لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اقوم هذا الامر ما قررته حتى ادعو الله اهلك الاولى. عندما راى ام المؤمنين اتبعتني النبي على المبدا عاد الكفار مره اخرى الى قلبي لانه ذهب قيمه بينهم. يا ابا طالب لن نعود اليك مره اخرى. لما راى ابو طالب الموقف ابن اخيه الشجاع قال له عندما نادى النبي امرأته اشار الى النبي يا محمد والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى يوصل في الطوائف فينا ولقد علمت بان دين محمد هو خير ايام البريه فينا. يهدي الكلمة إلى الناس يدعو إلى كلمة التوحيد وإذ عاجل نقول أما أراد على فراش الموت يقول حبيب ولم يسرع على عرضه ليدخل إلى بيت عمله ليجد العظم على فراش الموت والذين يحيطون بهم أعوانهم الكفار. فهذا أبو جهل وهذا عبد الموسى وهذا أبو يحيطون به والنبي يرفض ويقول يا عماه قلها أحدث بها ربي يوم القيامة قل لا إله إلا الله يا عماه. وأبو جهل ينظر يريد أن ينطقها الذي كان
إلى النار. إن عني لأول الناس عذابا يوم القيامة يقف بقدميه على جمرتين من جمر النار يطويان ويخرجان من رأسه. هذا هو أمر به أمركم أن يصلي عليه. يقول النبي بعد وفاته والله ما تجرأت على الخروج إلا بعد وفاة أبي طالب. أصبح النبي والرحيل من لم يصلي على حضرته يلقون عليه التراب وطاعة أخرى يلقون عليه سلم الجبل يمشي في شعاب مكة ثم يزداد الأمر سوءا حتى تموت سيد العالمين، حتى تموت خديجة التي نصرت الرسول عندها الناس، خديجة التي نصرت الرسول بمالها، خديجة التي قالت تحت الله لن يخزيك الله أبدا يا رسول الله، إنك لتصل الرحيم وتعين الملحوف وتقيم على موائد الحق ولكن يخزيك الله أبدا. حتى أطلق أهل العلم على هذا السلام والرحيم أطلقوا عليه على الحسن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ملجأ. ضغط يا سيدي يا رسول الله، ولكنك أنت خير من صبر، ولكنك أنت خير من صبر، ولكنك أنت خير من صبر على البسيطة الذي يذهب في الأرض. هل من ملجأ لي؟ ماتت الزوجة ومات عمه، أما الملجأ إلى الله. ثم إذ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويذهب إلى الذي يذهب عن قلوب الرحمة، قلوب تستقبل كلمة التوحيد بشرع، قلوب مؤمنة، قلوب